الممثلين بيروحوا auditions كتير جدًا، أنت أكيد عارف، وأوقات كتير بيحبطوا من كتر الauditions اللي بيروحوها وما بيجيش مقابلها أدوار. إمم. تحب تقول لهم إيه الموضوع ده؟ بُص، هو عامةً في الحياة يعني وجهة نظري اللي ممكن نرميها في البحر يعني إنه هي احتمالية، بمعنى أنت لمّا بتحاول 10 مرات احتمالية النجاح قد إيه، لمّا بتحاول 50 مرة احتمالية النجاح قد إيه، لمّا بتحاول 100 مرة احتمالية النجاح قد إيه، فمع المحاولات الأكتر احتمالية النجاح بتزيد، ده أولًا. الحاجة التانية إنه تاني في كتاب باقوله في كل حتة اسمه Grit. الكتاب ده بيتكلم على إنه الشيء اللي بيضمن الوصول للي أنت عايزه ما هواش لا الIQ بتاعك ولا موهبتك ولا أي حاجة، هو قدرتك على الاستمرار وراء هدف لمدة طويلة بغض النظر عن النتايج. إمم. فباشوف إنه عامةً الcareer في الفن ما هواش career سهل، ما فيش career سهل عامةً أوي يعني، بس قصدي بالذات في الفن. ف أنا باشوف إنه هو قرار في الآخر أنت عايز تستمر أو لأ. باشوف إن الإحباط ممكن تكون رفاهية مش متحلة أوي، يعني دايمًا بافكر كده إنه ساعات كتير بابقى مُحبط بس باحس ما عنديش رفاهية الإحباط دلوقتي. أنا باحس كمان إن هو بجد الرفض جزء من شغلانة الممثل على فكرة، يعني وفي جزء كمان مهم أوي، دي نقطة مهمة، إن الرفض جزء، لإن أنت كمان مش معنى إنك ما اتخدتش في الaudition إن أنت مش كويس. ليه بقى؟ لإن أنت النهارده ساعات كتير أنت بتيجي وبيبقى أداءك كويس جدًا، بس أنت والله سِنّك مثلًا يكون مش مناسب، أو ممكن يبقى أنت م إن كانت وكل حاجتك تمام، بس إحنا اخترنا الدور اللي قدّامك، فأنتم ما بقيتوش لايقين على بعض. بعدها في أي سبب من في مليون سبب تقني وتنفيذي وحاجات كتير أوي، إنك أنت عندك موهبة أنت وكويس وكل حاجة، بس ما اتخدتش. معلش مش معنى أنت ما اتخدتش إنك مش كويس. أو على فكرة وارد تبقى ما اتخدتش عشان مش كويس ومحتاج تتقبل ده ومحتاج تشتغل على نفسك أكتر، وتشوف إيه اللي ناقصك وتعمله يعني.